إن المصريين القدماء ما كانوش أمة من الوثنيين المؤمنين بتعدد الآلهة زي ما بعض الروايات بتقول، وإن وجودهم اللي امتد في حد أدنى 7000 سنة وفي حده الأقصى قد يصل إلى أكثر من 33,000 سنة، وده حسب بردية تورين واللي اتسمت بهذا الاسم لوجودها في مدينة تورين بإيطاليا. هذه البردية الموجودة في متحف مدينة تورين تم تدوين فيها كافة الملوك المصريين اللي حكموا مصر من قبل عصر الأسرات، واللي بيصل وبيمتد تاريخهم لأكثر من 33,000 سنة. وعلى فكرة في هنا قصة لطيفة خلينا نقولها مع بعض. دكتور نديم السيار اللي كنت كلمتكم عنه في أول حلقة، صاحب كتاب المصريين القدماء أول الموحدين، الراجل ده كان بدأ دراسة التاريخ المصري في نهاية السبعينيات، وركز على دراسة العقائد المصرية القديمة، وقام بالتوصل لنظريته إن المصريين القدماء كانوا موحدين، وده هنتكلم عليه في حلقة تانية، خاصة حديثه عن الديانة الإدريسية اللي بتنتسب لسيدنا إدريس عليه السلام، صاحب التوحيد الأول في مصر وصاحب الحنفية السمحاء. وعلى فكرة الدكتور نديم ما اجتهدش وعمل وألف الكلام ده من دماغه، ده اعتمد على دايرة المعارف البريطانية وعلى دايرة المعارف اليهودية ودايرة المعارف الإسلامية علشان يستخلص كل هذه المعلومات ويقول لنا الحقيقة أن المصريين القدماء كانوا أول الموحدين. الدكتور مصطفى محمود كان في نفس الفترة دي بيتكلم عن ضرورة مراجعة التاريخ المصري القديم، وما كانش فيه أي سابق معرفة بينه وبين الدكتور نديم السيار. بيحكي لنا الدكتور نديم السيار عن لحظة تاريخية حصلت بينه وبين الدكتور مصطفى محمود. بيقول: في الحقيقة أنا كنت في نفس الفترة دي في قمة انشغالي بتأليف كتابي قدماء المصريين أول الموحدين. الكتاب فكرته الأساسية وهدفه الرد على الخطأ التاريخي الشائع اللي روجوه لولادي العم بأن الحضارة المصرية القديمة كانت حضارة وثنية تؤمن بتعدد الآلهة ولا تعرف الإله الواحد. دكتور نديم بيكمل ويقول: انتهيت من تأليف هذا الكتاب قدماء المصريين أول الموحدين في بداية سنة 1995، ثم قمت بتسليمه للأهرام، وبدأت مؤسسة الأهرام للنشر تعلن عن وجود الكتاب مع الباعة في كل مناطق التوزيع في مصر. في الفترة دي ما كانش فيه بيني أي سابق معرفة بيني وبين الدكتور مصطفى محمود، حتى فوجئت باتصال مفاجئ منه رحمه الله، وحدث الاتصال ده في 14 إبريل سنة 1995 ليناقشني في مختلف موضوعات الكتاب وما فيه من أبحاث واستنتاجات في العقائد والتاريخ، فقد كان هذا هو نفس ما يشغله آنذاك. وبكده التقى الهدفان، هدف الدكتور مصطفى محمود وهدف الدكتور نديم السيار. على فكرة مش بس الدكتور نديم السيار والدكتور مصطفى محمود اللي اهتموا بتطهير التاريخ المصري القديم من أكاذيب الوثنية وادعاء الألوهية، كمان الكاتب والمفكر علي أبو الخير بيقول إن مصر عرفت التوحيد وعرفت الرسالات السماوية، وده مش بالصدفة أن يكون إله الفيضان المصري نوح، وهو تصحيف لاسم نبي الله نوح، وأول البشر هو آتوم، وهو تصحيف أيضا اسم آدم عليه السلام. ومن خلال التوحيد المبكر بدأت تتشكل شخصية مصر. عزيزي المشاهد، خليني أقول لك إن كل شعوب العالم عرفت التوحيد في المراحل الأولى التاريخ البشري، لأن الله أودع في البشر نبتة التوحيد. وده مش كلامي على فكرة، ده كلام الدكتور علي أبو الخير. ومن ضمن الشعوب اللي عرفت التوحيد بدري الشعب المصري، وده خلال مسيرتهم التوحيدية عملوا القصور والمعابد وأمنوا إن الروح بترجع للجسد بعد الموت، ورمزوا لكل ده بميزان معنوي، فبنوا القصور والمعابد وأمنوا إن الروح تعود للجسد بعد الموت، ورمزوا لكل ده بالميزان المعنوي في الآخرة، وبقيت معرفة التوحيد راسخة عندهم. وعاش نبي الله إدريس في مصر، وكمان نبي الله أيوب، واتولد فيها سيدنا موسى، وجي ليها سيدنا إبراهيم، وهربت ليها العائلة المقدسة من بطش الرومان، وتزوج منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة ماريا القبطية. وكل ده رسخ في المصريين عقيدة التوحيد الإيمانية. في أنشودة الفرعون إخناتون ممكن نلاحظ التوحيد. الأنشودة دي اللي خاطب فيها إخناتون آتون. أنشودة إخناتون اتقال فيها: أيها الإله الأوحد الذي لا شبيه له، لقد خلقت الدنيا كما شئت. وهنا بتظهر الوحدانية الإلهية في المناجاة بوضوح. وعلى فكرة بعض الآراء بتقول إن التوحيد هو السبب الرئيسي في موته على يد القائد حور محب، والعهدة على الراوي. وعلى فكرة بعض الباحثين بيقولوا إن دول الأنهار عرفت الخالق وبنت الحضارة وعرفت الطغيان في نفس الوقت، فلما احتاج الفلاح للماء وعرف إن الحاكم بيتحكم فيه، هنا ظهر الطغيان. وعلى فكرة ربما تتفاجئوا إن الفرعون ما كانش في كل الأحوال شرير ولا كان جاهل،
ده كان بيعرف أرضه وشعبه وإزاي بيبني الحضارة بأدبها وثقافتها، وكان كمان بيتحكم في الفيضان. فاستقر الإنسان المصري في وادي النيل وما هاجرش منه. ده كمان كان بيجي الهاربين من المجاعات من دول كتير حولنا أكدوا إن المصريين عرفوا المحبة والتسامح، وكانوا خير عون للأديان اللي اعتنقوها، يعني حموا المسيحية وضحوا من أجلها في عصر الشهداء، زي ما حموا الإسلام بعد ما بقى دين الأغلبية، ولعبت مصر أدوار متميزة عبر تاريخها الإسلامي. الأصل عند المصري هو الدين، والدين الإسلامي دين عالمي، ولكن به أيضا العروبة والعرب بما فيهم مصر، وليس الأعراب بطبيعة الأحوال. الرواية المكذوبة لن تسود. انتوا عارفين احنا هنا ليه؟ علشان أرواح أعداد لا يعلم بها إلا الله من المصريين القدماء اللي ماتوا على التوحيد ومحدش اترحم عليهم مننا. احنا هنا علشان نفضح رواية ولاد العم ونفضح كل أكاذيبهم اللي استهدفت تشويه الحضارة المصرية القديمة ووسمتها بالوثنية وتعدد الآلهة. احنا هنا علشان نقوم بالواجب اللي علينا، واجب كلنا بنؤمن بيه، وهو اذكروا محاسن موتاكم. علينا ان احنا نقول الرواية الصح انصافا للحقيقة، والحقنا في معرفة التاريخ، وحقنا في روايته بأنفسنا عن أجدادنا، وحقنا في الانتصار لأجدادنا، وحقنا في إننا نعرف الدنيا بإننا زي ما بنفخر بإنجازات أجدادنا وأثرهم الحضارية، فإحنا عرفنا سر الإنجازات دي وأصلها الإيماني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ولازم نعرف إن توجيهات السماء واحدة وإن اختلفت النصوص. فلو كان الناس بيفخروا بالأهرامات، فإحنا بنفخر باللي صنع الأهرامات، نفخر بأجدادنا المصريين القدماء أول الموحدين على الأرض، نفخر بحقيقة إيمانهم بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وبنأكد فيما وراء الإهرامات على حق أجدادنا المصريين القدماء في تصحيح صورتهم وتحسين سمعتهم وتوضيح هويتهم العقائدية، حتى لو مر على أثنهم آلاف السنين. وزي ما قلنا ده لون من ألوان المقاومة وعدم الاستسلام لرواية ولاد العم. ولاد العم اللي مش سايبيننا في حالنا لحد دلوقتي، ولا سايبين أجدادنا اللي ماتوا من آلاف السنين، وحتى بيهددونا وأجيالنا اللي جاية بالتخريب اللي في صفر أشعية. طب نروح إحنا وإخواتنا وأجدادنا منكم فين؟ عموما نختم ونقول إن لو كان اللي قبلنا بيقولوا إن اللي بنى مصر كان في الأصل حلواني، فإحنا جايين نقول لكم إن اللي بنى مصر كان في الأصل رباني. وده كان سر حضارة المصريين القدماء اللي بيخفوه عنكم، لأنهم عارفين إنكم شعب متدين بطبعه، وإنكم لو أخدتم دينكم بصدق زي ما أخدوه المصريين القدماء هنعمل الأعاجيب والمعجزات. وده اللي بيخافوا منه، بيخافوا إن مصر تقوم وتنهض وتستعيد حضارة العدل وتنصب الميزان بالحق وترجع لمجدها وتعدل الميلة. لحد هنا بنوصل لنهاية الموسم ده معاكم، وإلى اللقاء في الموسم القادم وحلقات جديدة بتفاصيل جديدة عن حقيقة إيمان أجدادنا المصريين القدماء اللي صنعوا المجد وبنوا حضارة بالعلم والإيمان والحق وحسن الخلق، حضارة هوست العالم وخلته في حيرة من أمره. وأخيرا رحم الله أمواتنا وأموات المسلمين، وفي القلب منهم الموحدين المصريين القدماء. وبكده خلصت الحكاية. نشوفكم في حكاية جديدة وحلقة جديدة إن شاء الله، وحتى ذلك الحين أستودعكم في أمان الله. محمد صلاح الدين. لما بيقول خلقت كل شيء وحدي ولم يكن بجواري أحد، انتهى الموضوع. زي ما احنا عارفين من مصلحة الكهنوت إنه هو يبقى فيه 2800 إله، كل إله له مسجد وكل إله له قرابين، ولم من الناس بقى يسترزقهم ويلموا ضرائب ويلموا جبايات. وكذلك الملك والحاكم يهمه ان يكون في 2800 حزب ويخبطوا البعض عشان هو تسلم له الامور وهو قاعد فوق ويستغل الناس. وتكون النتيجه ان التاريخ الفرعوني كله مزيف، واللي وصل لنا من هذا التاريخ محرف تماما، ولان اللي كتبه الاقوياء.